الكشري السني رقم واحد في مصر، داخلين على 100 سنه ان شاء الله. تخيل بقى لما تصحى الساعه 3:30 عشان تيجي الجيزه الساعه 4:15، الساعه 5 إلا 5 بالظبط بعد ما خلصنا الصلاه على طول، زحمه طوابير ومستنيينه من امبارح. بص دي بقى الخلطه السريه. دي بقى الخلطه بقى اللي بتدي طعم للمكرونه، تبقى شكل المكرونه بتتقلب. من الساعة 5 بالصلاة على النبي، الله أكبر الله أكبر، زحمة موت. السني رقم واحد ناسيون. غالق من الكوتريشين من الجيزة الله أكبر، من الجيزة. بقالي 6 أشهر باكل هنا كل يوم، ما جيتش في يوم زهقت منه. رقم واحد في مجاله، يعمل مبادئ له وبعتها له. الهرم أحسن كشري في مصر. أحلى طبقين أهم لأمة إسلام. لا اله الا الله. اخيرا يا جدعان جبنا طبق كشري من عند السني، الصلاه على النبي. كل هذا العناء والشقاء من اجل هذا الطبق الجميل. طبق كشري اكنك يا باشا معمول في البيت على الرايق وعلى الزبادو منه. بص هو احلى حاجه في الكشري ان هو خفيف. الخلطه السريه اللي هو حطها ديت اللي انتوا هتشوفوها دي هي بقى اللي مديها طعم للكشري ده. بس المكرونه مع شويه رز على الرايق مع شويه عدس جامدين قوي، واديني في البروتين. خلي بالك الطماطم دي حراقه قوي، ها ابعد عنها. بس طبق كشري جامد بجد حلو. بص الشمس لسه ما طلعتش. بص بقى ما تقوليش انت مجنون، الناس دي كلها مش مجانين يعني، انا مش مجنون لوحدي. احنا جينا اتبسطنا استمتعنا، خدنا شويه هوا حلوين كده، صلينا الفجر، اكلنا طبق كشري حلو، اتعرفنا على ناس جميله. كشري السني يستحق فعلا ان هو يبقى رقم واحد. 100 100. الله اكبر يا عم، ربنا يستر. اول مره ولا قابلت الناس الجميله دي يا جدعان، والناس دي كلها جايه تضرب كشري من عند السني. طلبيه يابا بلدنا، واحنا جايين من الطلبيه وبناكل من عند الراجل ده من ايام التعريفه والجنيه. الناس دي بتاكل من ايام التعريفه والجنيه من الطلبيه. يوم الاسلام. احلى طبق كشري حبيبي اسلام. كل سنه وانت بينا رجاله. كشري السني رقم واحد. ارجى الراجل الصغير ده شغال في كشري السني، ومن غيره مش هيعرفوا يعملوا الكشري عشان هو اللي بيحمل الانابيب.